اهلا بيكم وفيديو جديد وبتفور الزبدة الفاخر هنعمله النهاردة بمقادير مظبوطة جدا بالشعرة، يعني مقادير حلواني. تابع معايا علشان هقولك على كل النصايح والتركات اللي المفروض تاخدي بالك منها في جميع مراحل عمايلك للبيتيفور، سواء اثناء تحضير العجينة او اثناء الخبز، وحتى كمان في مرحلة التزيين عندنا شوية تركات هنقول عليهم كمان هتكلم عن انواع الدقيق واهميته في الوصفة علشان تطلعي بيتيفور فاخر من الاخر وتدعيلي هش وناعم ورسمته واضحة. تمام، يلا بينا ندخل على طول على الوصفة بتاعتنا، بس انزلي دلوقتي اعملي لايك وسمي الله وابدأي معايا الفيديو. اول حاجة هنتكلم عليها وهي المكونات او المقادير، مكون يا جماعة. اهم مكون عندنا في البيتي فور النهاردة هنتكلم عنه وهو الزبدة. الزبدة اللي قدام حضراتكم دي زبدة مخلوطة. انت طبعا لو متوفر عندك زبدة نيوزيلندي هتبقى افضل، بتدي طعم طبعا واو للبيتي فور، بيبقى طعمها حلو جدا. تمام، فلكن لو مش متوفر استخدمي الزبدة المخلوطة زي دي، زي ما انا مستخدمة. الزبدة دي بالوزن كانت 650 جرام، لو هنعيرها بالكوباية كانت حوالي 3 كوبايات إلا ربع، ناقص معلقتين كبار ممسوحين من معالق الأكل. ولو إني أنا بفضل عموما في نواعم العيد الميزان، ولكن خصوصا في البيتي فور يفضل الميزان يا جماعة. فلو متوفر ميزان استخدموه، بيكون أدق البيتي فور، الله يكرمكم، حساس جدا جدا للمقادير. تمام. طبعا لما بتعايري بالكوبايه، الكوبايه بتكون مكبوسه بالشكل اللي انت شايفاه دوت. على 650 جرام زبده استخدمت 100 جرام من السمنه البلدي، بما اني انا مستخدمه زبده مخلوطه فعايزه احس يعني بريحه السمنه الطبيعيه في البيتي فور، فاستخدمت 100 جرام من الزبده. والزبده والسمنه يكونوا لينين، يعني خارجين من التلاجة ولكن مش جامدين قوي، بحيث ان هم يمشوا معايا في المضرب، ما يأثروش على المضرب. تمام. على الزبدة والسمنة هضيف كوبايتين من السكر البودر، حوالي 340 جرام. كوبايتين مش مضغوطين قوي، يعني لو مضغوطين قوي بيدوا 350 جرام، لكن يكونوا مهويين كده زي ما انت شايفة كده. 340 جرام من السكر البودر اللي مطحون في البيت ومنخول بمنخل ضيق او مصفى ضيق، او يفضل تطحنيه في البيت، ما تشتريش السكر البودر الجاهز. عندي كمان هنا البيض، دول 4 بيضات يا جماعة من بيض المزارع الكبير. البيض يكون بحرارة المطبخ، ما يكونش خارج من التلاجة. ودول يا جماعة 4 بيضات مش 5 بيضات. لاحظوا ان دي كانت عندي بيضة كده بصفرتين، وانا بوريكم كده اهو، مش زي ما انتم شايفين الصفرتين لازقين في بعض، فما كانش ينفع يعني اطلع واحدة منهم. هم 4 بيضات، انت استخدمي 4 بيضات. تمام. على البيض هضيف معلقة كبيرة كده من الفانيليا السايلة. يفضل طبعا برضو تستخدمي نوع فانيليا كويس، سايلة او بودر، يكون ريحته حلوة علشان يغطي معانا على زفارة البيض. انا مستخدمة طبعا النوع اللي انت شايفاه دوت. هضيف كمان على البيض كده رشة من الملح. وهضيف عندي هنا بيضة، مش هاخدها كلها، هاخد منها الصفارة بس، يعني هضيف 4 بيضات كاملين وصفار بيضة، عشان انا عايزة البيتفور بتاعي يكون ناعم يا جماعة. تمام. وبياض البيضة ده بقى احتفظ بيه، اعملي بيه اي حاجة. اقلب كده البيض مع الفانيليا والملح كده مع بعض، وهنبتدي بقى نشتغل في الوصفة بتاعتنا. قبل ما نشتغل في الوصف هنتكلم عن الدقيق. انا مستخدمه يا جماعه دقيق الضحى، ده كيلو من دقيق الضحى. تمام، حوالي 7 كوبايات وتلت من مج الشاي الازاز العادي. وانا بعاير الدقيق ازاي، هوريكم دلوقتي. انا بعاير طبعا، اللي متابعني ومتابع فيديوهاتي عارف انا بعاير الدقيق ازاي. الكوبايه دي زي ما قلت لكم تعادل كوبايه معياريه 250 مللي، فباخد كده الدقيق في الكوبايه لحد لما املاها بشكل هرمي. مش بضغط الدقيق في الكوباية ولا بهز الكوباية خالص، وبظهر المعلقة كده بسوي سطح الكوباية، بتبقى هي كده عندي كوباية بالظبط. الكيلو الدقيق بيعمل معايا بالكوباية دي 7 كوبايات وتلت بالظبط من الدقيق. طبعا الدقيق بتنخليه، ده مهم جدا، هو والسكر البودر لازم الاتنين يتنخلوا. يلا بينا كده ندخل نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هنروح على بولة الميكسر، او لو هتستخدمي المضرب الكهربائي جهزي البولة بتاعتك اللي هتشتغلي فيها وانزلي عليها بالسكر البودر. على السكر البودر هنزل الاول بالزبدة، وهبتدي بقى اشغل العجان بتاعي، وهستخدم المضرب الشبك يعني او السلك. تمام. وهضرب الاول على السرعة البطيئة لحد لما الزبدة كده ترميلي كل السكر، علشان ما يطيرش بس السكر ويبهدل الدنيا معانا. وبعد كده هنبتدي نعلي السرعة. بخلط الزبدة كده مع السكر لحد لما يختلطوا كويس جدا مع بعض، وبعد كده بوقف وبضيف 100 جرام من السمنة.
بعد إضافة السمنة ببتدي كده أضرب على السرعة العالية وأعد 10 دقايق بالظبط، مدة لا تقل عن 10 دقايق ضرب متواصل يا جماعة. ومن وقت للتاني بنراعي إن احنا بنجيب جوانب البولة كده بسباتشولا أو حاجة علشان كل المكونات تختلط كويس جدا مع بعض. وبكمل ضرب على طول يعني لحد لما الزبدة حجمها يتضاعف كده وتتملي هوا وتبقى شبه الكريمة ولونها يبقى يفتح كده تبيض معايا. والمرحلة دي أهم مرحلة يا جماعة في عمايل البيتيفور كله. البيتيفور كله بيعتمد على ضرب الزبدة والسكر، احنا مش بنضيف بيكنج باودر خالص للبيتيفور. بنضرب الزبدة لحد لما تبقى بالقوام اللي انت شايفاه دوت، كريمية جدا بالمنظر ده. تمام. بعد ما بنخلص ضرب السكر بالزبدة بننزل كده بالبيض بالتدريج. بتنزلي بالبيض على دفعات، تنزلي شوية، أول ما يختفوا تنزلي شوية اللي باقيين لحد لما تخلصي كمية البيض كلها. بعد ما بتخلصي كمية البيض كلها بتوقفي المضرب على طول تمهيدا لإضافة الدقيق. أنا هضيف كيلو الدقيق كله وبعد كده هشوف العجينة بتاعتي، لو حسيت إنها محتاجة دقيق تاني هضيف، لو مش محتاجة خلاص. هخلط الدقيق مع الزبدة والسكر، بس هستخدم المضرب الكف في خلط الدقيق. هبتدي بقى أشغل المضرب بتاعي وابتدي أضرب لحد لما تتكون معايا عجينة بالمنظر اللي انتي شايفاه دوت. ده شكل العجينة بتاعتي وده القوام بتاعها. العجينة بتبقى مليانة هوا كده وفلافي، وفي نفس الوقت بتلزق تلزيق خفيف خفيف جدا في الإيد، يعني مش تلزيق جامد. تمام. أخدت تلتين الكمية في بولة كده وهركنهم على جنب. وهجيب 3 معالق كبار من الكاكاو الخام وهضيف عليه معلقتين كده من الزيت ومعلقة صغيرة من الزبدة، وهضيفه على تلت العجينة الباقي علشان نعمل بيتيفور الشوكولاتة. نزلت طبعا بشوية من الزيت بما ان انا يعني ضفت شوية من الكاكاو، ممكن يتقلوا القوام معايا شوية او يطخنوا العجينة معايا شوية، فضفت معاهم معلقة صغيرة من الزبدة وشوية كده من الزيت قد معلقتين كده ولا حاجة. وادي بيتيفور الشوكولاتة. طبعا برضو عايزين نشوف العجينة بتاعتنا اخبارها ايه، يعني زي البيتيفور الفانيليا ولا تخنت معانا شوية. لا، لقيتها حلوة زي ما انت شايفة كده، برضو نفس القوام ونفس التلزيقة. طبعا انا مشغله الفرن بتاعي علشان اختبر العجينه كده في كام واحده. اختبرتهم يا جماعه، لقيت العجينه بتاعتي فرشت، فاحتاجت معايا كمان معلقتين كبار من الدقيق. ضفتهم حوالي 40 جرام، وانا هكتب لك كل المقادير الدقيق بالظبط يعني في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايه. تمام. طبعا انا اذا هشكل البيتفور بتاعي النهارده بالكيس، انت لو هتشكلي بالمكنه يعني بالمكنه وبالكيس، اشتغلي بالكيس الاول وبعد كده اشتغلي بالمكنه. لو هتشتغلي بالمكنه خلي العجينه ترتاح كده شويه في التلاجة حوالي 10 دقايق كده ولا حاجه، وشكلي بالمكنه على طول. كان نفسي النهارده اشكل معاكم بالمكنه، ولكن والله جيت يعني اظبط المكنه بتاعتي فباظت مني، فمعلش يعني ملحوقه ان شاء الله في وصفات جايه باذن الله. تمام. طبعا لو طول ما انت شغاله لو الجو حار العجينه بتاعتك تفضل في التلاجة. الصاج اللي يخرج اللي يتشكل يدخل على طول على الفرن. تمام. لو الفرن مشغول تخلي الصاج في التلاجة. وفي البيتيفور بالذات اشتغل في مكان يكون جيد التهويه او تهويته حلوه. تمام، علشان البيتيفور ما يفصلش زبده معاكي. عايزه اقول كمان ان البيتيفور ممكن يفصل زبده لو انت مستخدمه نوع دقيق مش حلو، او دقيق له عرق قوي، يعني دقيق مش فاخر مش بتاع نواعم يعني. تمام. وادي بيتيفور الشوكولاته، طبعا بحط معاه كام واحده من بيتيفور الفانيليا علشان اعرف السوى المظبوط. بتدخليه الفرن على حراره 180 على الرف الاوسط. اول ما ياخد لون كده من تحت بتبداي تطفي من تحت وبتشغلي الشوايه ياخد لون ذهبي خفيف كده من فوق. تمام. بياخد حوالي 16 دقيقه في الفرن بالظبط يا جماعه، او على حسب الفرن بتاعتك بقى يعني انت تابعي. وادي البيتيفور بتاعي بعد ما خرج من الفرن تسويه مظبوطه جدا. محافظ على الرسمة بتاعته زي ما دخل زي ما خرج بالظبط يا جماعة. بيفرش بيفرش ولكن بنسبة معقولة. الفيصل عندنا ان هو يكون هش ويكون محافظ على الرسمة بتاعته. تمام. وهو بيفرش لازم يفرش سيكة كده علشان هو طبعا فيه زبدة يعني. وادي شكله من جوه، بصوا مفرغ وهاشش ازاي. صورة كده او واحدة كده عن قرب عشان تشوفوا كده الرسمة ازاي هي شرب وقد ايه هي حادة. تمام.
وصفة ناجحة 100% ومظبوطة 100% يا جماعة. هنبتدي دلوقتي مرحلة التزيين. أنا هزين البيتي فور بتاعي أو هلزق البيتي فور بتاعي بمربى مشمش، تكون مربى كريمي. انتي حابة تلزقي بالشوكولاتة براحتك، يعني لو انتي البيتي فور هتحفظيه لمدة طويلة يفضل المربى لأ، علشان المربى بترطب. ولكن لو انتي يعني زي كده على طول هنستخدمه على طول في العيد كده وهناكله، يعني خلاص اعمليه بالمربى، بيبقى طعمه حلو جدا بالمربى يا جماعة. ده شكله بعد ما لزقناه بالمربى. دلوقتي هنشوف بقى مرحلة التزيين بالشوكولاتة. بعد ما بنلزقه بالمربى كده بنحطه كده في صينية على بعضه كده، تمام. وبعد كده بنشوف هنعمل ايه في الشوكولاتة بتاعتنا. بنسيح الشوكولاتة طبعا على حمام مائي. بنضيف للشوكولاتة كده حوالي معلقتين كده كبار من الزيت، تمام. والمفروض يا جماعة البولة اللي احنا بنسيح فيها الشوكولاتة ما تكونش ملامسة للمية في الحمام المائي. وأول ما توصل معانا الشوكولاتة للمنظر ده، مش لازم تدوب ذوبان كامل، بناخدها كده وبنفضل نقلب فيها لحد لما تدوب على سخونية الخليط، تمام. بننزل كده بالشوكولاتة بتاعتنا في بولة. وانا عندي كده الحاجات اللي بزين بيها شويه من السبرينكلز بقى والفارماسيلا الالوان والشوكولاته، وعندي شويه كده من الفول السوداني او اي مكسرات مجروشه بقى عندك، وعندي شويه من جوز الهند اللي متوفر عندك زيني بيه، واللي بتحبيه استخدميه. دي الشوكولاته بتاعتي بعد ما سيحتها. بنبتدي بقى ننزل بقى بالبيتي فور بتاعنا في الشوكولاته. بتنزلي بقى بالبيتي فور الابيض في الشوكولاته الغامقه، او بالبيتي فور الشوكولاته في الشوكولاته البيضاء، يعني عكس، بتعملي العكس علشان يديكي كده كونتراست حلو وشكل حلو للبيتي فور. واهم حاجه لما تغطسي البيتي فور كده في الشوكولاته، يعني تنزلي اي شوكولاته زياده كده علشان لما تنزلي بيه في الجوز الهند او في المكسرات ما يبوظلكيش الدنيا في الطبق. يعني بتاخدي بعد ما بتخرجي من الشوكولاته بتحطيه كده على ورقة زبدة، وبتسيبيه كده لحد لما الشوكولاتة تنشف خالص خالص منه. وبعد كده بقى ايه، بتحطيه او بتحفظيه في علب للاستخدام، يعني تمام. انا هنا اللي نزلت كده بالبيتي فور في الشوكولاتة البيضة. بنشيل اي شوكولاتة زيادة، ده ضروري جدا ومهم جدا علشان لما ننزل بيه في المكسرات او في جوز الهند او في الفارماسيل ما يبوظش الطبق معانا والدنيا تبوظ يعني معانا. ادي البيت فور بتاعي بعد ما خلص في منتهى الجمال يا جماعه. وصفه من الاخر، عمركم في حياتكم ما هتاكلوا بيت فور بالجمال ده. بجد بجد حرفيا احلى من الجاهز بكتير. وطبعا لما بتعملي حاجه في البيت بتبقى يعني موفره طبعا، وبتبقي ضامنه الخامه اللي انت عامله بيها. عايزه اقول بس ملحوظه بالنسبه لحجم البيت فورايه يا جماعه. انت براحتك بقى بتتحكمي في حجم البيت فورايه، عايزاه كبير عايزاه صغير. بتتحكمي في ضغطه الكيس نفسها، بتضغطي جامد او تضغطي ضغطه خفيفه بحيث تخرج معاكي كميه عجين صغيره. وكمان انا مستخدمه، عايزه اقول لكم مستخدمه القمع بتاع بلح الشام، تمام. ادي البيت فور بتاعي زي ما انتم شايفين كده من جوه مفرغ وهش، وطعمه المربى كده مع الشوكولاته يعني حاجه في منتهى الجمال. انتظروا بقى ان شاء الله، ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون الغريبه، مش هطول عليكم فيه، هينزل قريب باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.